أول شي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تاني شي حبيت اليوم طلع عليكم لحتى نحكي باللي عم بيصير آخر فترة. مثل ما بتعرفوا إنه أنا عم بشتغل مرسيات للشهداء، وعم بتم اجتزاء بعض المقاطع من هالمرسيات لصور يعني ما بتليق لا بأهل المقاومة ولا بالشهداء، أو عم بينسبوها لشخص تاني. أولا أنا هذا الشي أكيد أنا ضده، وأنا ماني مسامح أي شخص شرعا، لا أنا ولا اللي عم يشتغل معي بالمونتاج ولا اللي عم يشتغل معي بالكلام ولا اللي عم يشتغل معي بالموسيقى ولا أهل الشهيد. أي حدا بيقوم بقص هيدا الفيديو أو ينسبها لشخص تاني أو عم بيحط عليها صور ما بتليق بأهل المقاومة وبالشهداء. نجي لموضوع النشيد بحد ذاته أو المرسية بحد ذاتها. أولا بدي أحكي لمحة صغيرة عن الموسيقى. بالنسبة للموسيقى، اللي بدي أحكي عن الموسيقى، نحن ما عم نشتغل ولا آلة محرمة. واللي بحب يطلع على فتوى السيد القائد اللي هي يعني في ترابط بين الموسيقى والكلام. الموضوع بيرجع للمكلف. إذا أنت عم تسمع الموسيقى أو عم تسمع الكلام وعم بيأثر فيك سلبا، حرام تسمع. مش أصلا مش جابرين حدا يسمع إذا في شي عم يتأثر سلبا. حتى الكلام عم بيكون في كلام وجداني بين الشهيد وأمه، الشهيد وبنته، الشهيد وأخته، والعكس صحيح. إجباري بده يكون في كلام ثوري وفي كلام وجداني، عم يجتزئوا الكلام الوجداني. طيب إذا أنت عم تسمعه وعم بيأثر فيك سلبا وعم تروح لمنحى تاني، حرام تسمعه. بس بينما أنا موجهه لمين؟ للشهيد ولأهل الشهيد ولجمهور الشهيد وجمهور المقاومة. وأهل الشهيد عم يسمعوه مثل ما هن بدهم، وجمهور المقاومة عم يسمعوا مثل ما هو بدهم، يعني بالمنحى الإيجابي. إذا أنت عم تسمعه بمنحى سلبي أو عم ياخدك لمنطقة تانية، ما تسمعه. أكيد ما تسمعه. أنا يمكن أسمع لطمية ووجدانية وهن كتار، هلا بطلع لكم إياهم كلهم. قد ما بدكم في لطميات، قد ما بدكم في وجدانيات، وبتعرض كمان بالتلفزيونات، وأنا مع، وأنا كتير بحبها. بس في مقاطع بتحكي عن عشق وغرام وحب، يمكن تكون لإمام لأهل البيت، عم تحكي عن الله عز وجل. طب هذا الزلمة توجهه معروف لوين. إذا أنت بدك تقص وتحط بمطرحة تانية، هذا ما ذنبه، وأنا ماني ذنب، ما ذنبي. أنا عم وجه هذا الشيء لمين؟ عم وجه لجمهور المقاومة، لأهل الشهيد بشكل عام، لكل العالم اللي عم تسمع وعم تاخد الموضوع بمنحى إيجابي. ف وبدي كمان أعلق على شغلة. في حدا عم بيحكي إنه آه، عم بيحكيني، عم بيأذيني، يعني يمكن فكر حاله أو شيء، أو عم بيوجه لي حكي شخصي. أول شغلة، إذا عندك مشكلة شخصية أنا بحكيني إياها لإلي، مش ضروري تهاجم. وأي حدا عم يتهمني اتهامات من تاج لدم الشهداء ومن مطرب ومن مغني، أول شغلة تاج بدم الشهداء هي شغلة كبيرة كتير. في تجارة مع الشهداء، تجارة بالدنيا وبالآخرة، بس فيش تجارة بدم الشهداء. واللي عم يحكي عني بس بقول له الله لا يسامحك. إذا أنت معك حق وحاس حالك مرتاح هذا شأنك، بس أنا من ناحيتي أنا مرتاح أكتر، وهذا الشيء عم يعطيني نقطة قوة لحتى أرجع كفي. ومرة تانية هذا الفيديو بتمنى من الجميع ينشره، وخلينا نكون واعيين أكتر. لأي حدا بينزل مرسية أو بيحولها لشخص تاني أو بينزلها على كلام حب أو غرام وغيره، أنا مني مسامحه. بتمنى من الجميع كمان يحذروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.